قرية سلة الزهور، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور على أطراف سهل الغاب في محافظة إدلب. يبلغ عدد سكانها حوالي 5000 نسمة، كلهم كرد، لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف. يعملون بالزراعة وتربية المواشي. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء المنطقة، وأنا أقولها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد المتكلمين بالكردية أن يتكلم أهلنا في جسر الشغور بلغتهم الكردية ويتعلموها ويسموا أبنائهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا تعلمها. دمتم أهلنا في جسر الشغور.